ما بين نفي وتأكيد على خبر وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. أكدت مصادر سعودية في تصريحات خاصة لموقع اليوم السابع نبأ وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وعلى رويترز حيث ينفي صحفي سعودي وهو أحد أفراد العائلة الحاكمة في رسائل على مواقع للتواصل الاجتماعي يوم الخميس شائعات عن وفاة العاهل السعودي الملك عبد الله الذي أدخل مستشفى في ديسمبر كانون الأول للعلاج من التهاب رئوي. وقال إبراهيم الرساء الذي عرف نفسه بأنه مدير الإعلام الجديد بوكالة الأنباء السعودية الرسمية في حسابه على تويتر قائلا: كل ما يتردد عن وفاة الملك عبد الله عار عن الصحة. وكتب عضو بالعائلة الحاكمة يقول أن خادم الحرمين الشريفين بخير ولا صحة للشائعات المتداولة. ووفقا لوسائل الإعلام السعودية فإن الملك أدخل مدينة الملك عبد العزيز الطبية التابعة للحرس الوطني في الرياض في ديسمبر كانون الأول لإجراء فحوصات طبية. وفي وقت سابق هذا الشهر قال الديوان الملكي أن الملك الذي من المعتقد أن عمره 91 عاما يعاني من التهاب رئوي استدعى وضع أنبوب مساعد على التنفس، مضيفا أن الإجراء كلل بالنجاح وأنه في حالة مستقرة. ومنذ ذلك الحين ذكرت وسائل الإعلام السعودية تقارير متكررة عن قيام أعضاء من العائلة الحاكمة بزيارته في المستشفى للإطمئنان على صحته. هذا وسنوافيكم بمزيد من الأخبار حول الحدث لمزيد من التأكيد على صحته أو كذبه.